كوتش، انا قررت اعمل دايت قاسي ومش هاكل غير وجبه واحده بس في اليوم علشان اخس بسرعه. هل ده صح؟ تعال نشوف. انا احمد الفخراني، تربيه رياضيه واخصائي تغذيه معتمد، وبقدم معلومات في التدريب والتغذيه. لو حابب تتابعني ويلا بينا. خليني اقول لك ان سهل جدا ان انت تخس. اي حد لو ما اكلش هيخس، ولكن الفكره او المشكله في النتائج اللي هتعود عليا نتيجه الدايت القاسي اللي انا عملته ده، اللي بيفتقد لعناصر غذائيه كتير وتاثيره على صحتي. من ضمن التاثيرات اللي هتعود على صحتك نتيجة الدايت القاسي: واحد، هتفقد قدر كبير من العضلات وده هيأثر على قدراتك البدنية والحركية. اتنين، نقص الطاقة والتركيز ودايما حاسس بتعب وإرهاق، وهتلاقي ده بينعكس عليك في حياتك اليومية، زي ان انت دايما حاسس بالتعب والإرهاق ومش قادر ان انت تركز في شغلك وبتتعب من أقل مجهود. تلاتة، دايت قاسي يعني فيه نقص في عناصر غذائية كتير زي الدهون والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن، ونقص العناصر دي هيأثر على صحة الجسم